السلام عليكم ورحمة الله. معكم أخوكم رامي. تعال نتكلم شوية في الكورة. تعال نتكلم على ماتشات امبارح، الزمالك وغزل المحلة والأهلي وكهرباء إسماعيلية. نبتدي بالزمالك اللي امبارح. طبعا طبعا وكل الناس كانت متوقعة إن الزمالك هيقع امبارح بعد الهزيمة من الأهلي في مباراة القمة، لأن احنا دايما عارفين دايما إن الزمالك شخصيته ضعيفة وإن المسؤولين عنه مش هما بالقوة الكافية إن هما بعد ماتش القمة يقدروا يقوموا بسهولة. طبعا المشاكل اللي اتصدرت للزمالك وفريق الزمالك كتير قوي بعد الخسارة من الأهلي، ودي حاجة طبيعية جدا لأن الزمالك القوام عنده مش أحسن حاجة، المدرب عنده مش أحسن حاجة، الإدارة عنده مش أحسن حاجة، الفنيات بتاعت اللعيبة اللي عنده مش أحسن حاجة، الكواليتي بتاعهم مش أحسن حاجة. فبعد أي هزيمة زي دي في مباراة قمة، وقبلها طبعا التعادل مع الجونة، وامبارح طبعا التعادل مع غزل المحلة، فكل المشاكل هتظهر على السطح وكل المشاكل هتوضح أكتر وما بيعرفوش يداروا مشاكلهم. فحتى لو تيجي تبص على الفنيات، الفريق ناقصه حاجات كتير قوي فنيا، المدرب مش عارف يطبق اي حاجه فنيا. الزمالك كل ماتش يا جماعه بيجيب جون ويرجع يا اما يتعادل يا اما يخسر. يعني لو بصيت لماتش الجونه نفس الحكايه، ماتش دجله جاب الجون الاول ودجله كسب 2-1، مع الاهلي جاب الجون الاولاني والاهلي كسب 2-1. امبارح مع المحله جاب جون والمحله رجع، مع الجونه نفس الحكايه جاب جون والجونه رجع. فالزمالك عنده مشكله، الزمالك عنده مشكلة في اللياقة البدنية وعنده مشكلة في الشوط التاني عامة في العموم. بتحس إن اللعيبة بتاعته تاهت في الشوط التاني ومش لاقية نفسها ومش لاقية بعض، وبتحس إن كل واحد بيجتهد، كل واحد بيعمل اللي يقدر عليه، كل واحد بيعمل اللي في دماغه، مفيش حاجة متقالة، مفيش فنيات، البدني بيقع. اللعيبة كلها كل واحد في وادي. دفاعاته بتتخلخل بسهولة، بتراجع بشكل غير مبرر. وبرضك لو تيجي تبص على تغييرات الزمالك يا جماعه، لو تبص على التغييرات بدون هدف. يعني عارف لما يبقى معاك مثلا آه، لعيبه بره، فانت بتنزل كله يلا هي هيصه، يعني اللي يقدر يعمل حاجه يعملها، بتنزل كل اوراقك بدون شكل معين للنزول. يعني ما بيبقاش واضح النزول ده وسحب اللعيب ده على اساس ايه ونزول اللعيب ده على اساس ايه، يعني انهي تغيير شكل. فدايما تبص ان المدرب بتاعهم بينزل كل اللي على الدكه اللي يقدر يغير النتيجه. طب هما اللعيبه دي كلها مع بعض منسجمه؟ هل اللعيبه دي كلها مع بعض فاهمه هتعمل ايه في حاله زي دي، في حاله ان انا عاوز اجيب جون وارجع واكسب وبتاع؟ ولا هو يلا يا جماعه يعني كل واحد يعمل اللي يقدر عليه؟ انا بصراحه بشوف ان المدير الفني بتاع الزمالك ضعيف قوي وقليل قوي على نادي الزمالك. الزمالك بعد ماتش القمه، بعد ما صدروا المشاكل كلها وظهرت المستحقات وظهرت كل المشاكل وكل اللعيبه اللي هي الفكه وكل اللعيبه اللي بتطالب بمستحقاتها وحاسه ان هي مش واخده حقها، ظهر بقى وظهرت العقلية بقى وظهرت يعني كل حاجة سيئة في المنظومة عندهم ظهرت. تيجي بقى للناحية التانية، الأهلي. الأهلي في أسوأ ما كان موجود كان فيه لم. يعني حتى أيام ما كان في بداية الدوري الأهلي كان حتى سيء وبداية سيئة، بس الدنيا ملمومة والمشاكل بتدار عليها شوية والمشاكل بتحاول تلم شوية. ومع المكسب بتاع الزمالك وماتش القمة، اتفرج امبارح 4-2، ماتش ما فيش بعد كده اهداف في الجمله، غير الاهداف اللي هي اتلغت من ده تسلل صحيح طبعا، غير لعيبه فائت. محمد هاني ولا اروع بيعمل ماتش ولا اروع من كده، كوكا بيرجع وياخد رجل المباراه وبيعمل ماتش وبيجيب جون، هاني بيعمل اسيست وده رابع اسيست ليه في الدوري، دي حاجه مش معتادينها على محمد هاني. بن شرقي بيرجع وبيهدف، محمد شريف بيرجع وبيهدف، والبركه في ماتش القمه. الشحات برضك امبارح يعني التلت ساعه اللي هو لعبها والاصابه اللي جات له، ربنا يشفيه يا رب. لمسات حلوه جدا، لمسات سهله، بيعمل السهل الممتنع، هو اللي مودي هاني يعمل الاسيست الكوكا. فتيجي تبص للعيبه كلها، اللعيبه كلها فائت، اللعيبه كلها بدات ترجع. زي ما قال ايمن الكاتشف كده، ايها الساده المكنه طلعت قماش. فهي فعلا المكنه طلعت قماش، حتى المحله امبارح طلعت قماش مع الزمالك. فانت تيجي تبص للكواليتي اللي عندك، انت عندك كواليتي عالي، لعيبه عندها فنيات كتير، فمكسب مع مكسب بيجيب الثقه، بيجيب ال الابداع في الملعب، اللعيبه كلها بترجع لمستواها. تحس ان اللعيبه خلاص بدات تنسجم مع بعض، بدات تحفظ بعض. في حاجه متقاله، كوكا بيخش جوه الملعب بيجيب الجون الاولاني.
زيزو والاسيست لياسين مرعي من ركنيه، ولا اروع من ياسين مرعي بصراحه. هدف بالدماغ، تحس ان هو بيتشاط بالرجل من على خط ال 18 لابعد الزاويه القصوى على الهجرس. جون عالمي، انا شايفه جون ملوش حكايه بالنسبه للمدافع بالتوجيه ده والقوه دي. جون ولا اروع. ياسين مرعي شكله هيفكرنا بثنائيه عمنا عم معلول والله. زيزو وعمنا، زيزو ومرعي. فيا مسهل. وعندك دفاع حلو مش وحش، داخل فيه جونين امبارح من هفوات دفاعيه. بس هو طبيعي، يعني طبيعي ان انت راجل بتهاجم وعندك الكواليتي الاحسن طبعا في الخط الهجومي وخط نص الملعب. محتاج شويه في الدفاع تركيز اكتر. بس انت بيجي لك هفوات دفاعيه المفروض تشتغل عليها. ياسين مرعي لاعب حلو جدا امبارح. هو بيكهام اللي مش حاسه قوي يا جماعه. بيكهام مش ظاهر. بيكهام بتحس انه مش عارف ينسجم، ما عندوش حاجه يقدمها، ما تعرفش يعني. بيكهام لعب ماتش قبل كده في الوديات تقريبا او في كاس العالم للانديه، كان بسم الله ما شاء الله جميل قوي. ومره واحده بيقع. بيفكرني محمد هاني، يعمل ماتشات حلوه قوي ويعمل ماتشات دروبات قوي. فده ما ينفعش في خط الدفاع. انت عاوز لعيب تحس ان هو عنده الروح يعني حتى لو ما عندوش الفنيات قوي، عنده الروح اللي تعوض ده. يعني زي ياسر ابراهيم كده، تحس ان هو دايما راجل في الملعب. وده بقى لما ياسر طلع وبيكهام نزل استقبلت جولين. ف عندنا مشاكل في الدفاع بسيطة، وعند كل الفرق، يعني مش حاجة كبيرة قوي. عندك خط دفاع حلو محتاج تشتغل عليه. عندك خط نص ولا أروع. عندك خط هجوم ولا أقوى في الدوري المصري كله. وده بان امبارح بعد ما الثقة رجعت. ولسه بقى مرجع لك بقى ايه، تريزيجيه وإمام عاشور بقى مع بعض، وزيزو وبن شرقي وعبد القادر والشحات ودنيا ومهرجان وجراديشار العب بقى. العب وشوف بقى وهات لاعبنا بقى. بعد الفوز بيجيب فوز وتصدروا الدوري. وروح يا عم، روح وانا اروح معاك بقى. ورينا بقى الكوره بقى، ورينا الابداع اللي احنا كنا كلنا مستنيينه من اول الدوري. اللي احنا كنا كلنا مستنيين ان الاهلي هينزل يدوس على وش الفرق كلها بالاربعات والثلاثات والخمسات. بس عشان اللعيبه اتغرت في الاول واحنا كنا متوقعين ده قوي، فحصل الدروب ده مع مدير فني كان موجود قبلها. وقع اللعيبه بدني، ما كانش عنده حاجه تتقال، ما كانش عنده اي حاجه فعلا شايفينها على ارض الملعب. في لعيبه لسه بعيد شويه، محتاجه تراجع نفسها زي قفشه، عنده اكتر من كده بكتير. في لعيبه جايه زي عبد القادر جاي ولمسته حلوه ولعيب حريف قوي يا جماعه. بس هو محتاج بس ان هو يجي وياخد الثقه تاني. الشحات ربنا يرجعه بالسلامه ويشفيه. بعد ماتش القمه يعني تحس ان الثقه رجعت له ولمسته باينه جدا في الملعب في ال 20 30 دقيقه اللي لعبهم امبارح. في حاجه تانية بس عاوز اقولها للاعلام المصري والله. بس يعني امبارح اتفرجت على كام برنامج كده. سيبك من ان طبعا جميع اعلام الزمالك بيطالب برحيل فيريرا بعيدا عن ان هو يرحل. وانا انا كاهلاوي شايف ان هو ما عندوش، ومصلحتي ان هو يبقى يعني. دي حاجه ما تزعلنيش ان هو يفضل. فهتبص تلاقي ده من اعلام الزمالك بيصدر المشاكل لفرقته، ما يقدرش يداري. تحس ان هم عندهم اغلبيتهم عندهم حسابات شخصيه مع الفريق ومع الاداره ومع الاشخاص اللي موجودين. دي حقيقه انا بقولها يعني بعيدا عن اي انتماءات، ان اغلبيه اعلامي الزمالك عنده مصالح شخصيه، لانهم كلهم عايزين يمسكوا في الاداره، كلهم عايزين ليهم مصالح داخل النادي. ففي ناس دخلت النادي وقفت لهم المصالح دي، فهي مصلحتهم دلوقتي والنادي واقع ان هم يضربوا. وبيضربوا ان هم عن حب، يعني هم كلامهم ان هو عن حب. بس انا بشوف غير كده. اللي بيحب ما يطلعش مساوئ حبيبه، ما يظهرهاش قدام العلن. انت عاوز تداوي وعندك فعلا حب لناديك، روح. مش لازم تكون في منصب مسؤولية. روح وساعد واعمل اللي عليك. خلي الكلام ده اللي بتوع السوشيال ميديا، البلوجر اللي بتوع اليوتيوب، اللي هما بيتكلموا دول حقهم يقولوا وحقهم يتكلموا، لان هما كده كده ده شغلهم. اما ده مش شغلك. انت كراجل اعلامي انت ممكن تطلع تتكلم في الفنيات بس، أو تتكلم عن فريق فنيات. اما تتكلم عن اداريات وعن ناس ماسكين مناصب جوه النادي وعن ده يقعد وده يمشي وده مش عارف ايه، بحس ان اغلبيتهم عندهم مصالح. تيجي بقى الناحيه التانيه، في بني ادم يا جماعه يعني، هو ده جهل ولا ده ولا دي ايه؟ يعني جمال عبد الحميد امبارح مع احمد بلال بيقول كلام والله العظيم ما يقوله عيل صغير في الشارع خالص. يعني
يقول لك الزمالك السنه احنا اوحش نادي. الزمالك اوحش نادي بس واخد 3 بطولات. فين ال3 بطولات يا كابتن؟ يقول لك كاس مصر من بيراميدز، والسوبر الافريقي من الاهلي، وكونفدراليه. يا كابتن السوبر الافريقي ده كان بتاع السنه اللي فاتت مش السنه دي. دي حاجه. تاني حاجه، همشيها لك السوبر الافريقي اقول انه كان في شهر 10 اللي فات ولا 9 اللي فات، يعني بقاله سنه. تمام. كونفدراليه ايه بقى؟ انت خسران من سترامبوش، الفريق اللي هو الغريب العجيب ده، وطلعت من الكونفدراليه. كاس مصر وخدته من بيراميدز. تمام. يجي احمد بلال يقول له طب ما الاهلي واخد الدوري وواخد السوبر المصري، يقول له لا ده السنه اللي فاتت يا عم. اذا كان السوبر المصري ملعوب بعد السوبر الافريقي السنه اللي فاتت. يقول له لا لا لا، او انت مش عارف حاجه، انا كابتن مصر التاريخي، انا جمال عبد الحميد. يا عم يعني ايه جمال عبد الحميد؟ ما بتغلطش. راجع معلوماتك يا عم. انت جاهل. انت جاهل كرويا وما عندكش فنيات ومالكش حاجه تقولها اصلا في الاعلام. انت راجل مضلل. حتى قصتك عن الاهلي دايما اللي طلع بيها وطلع تشحت بيها، وكانت بداياتك على الاعلام بيها، ان انت تطلع تحكي قصه عن الاهلي وتطلع بيها للناس وبتحط رجلك في الاعلام، والسبوبه اللي هي بقت سبوبه للناس كلها، ان انت عاوز تطلع لازم تشتم في الاهلي وتعمل في الاهلي عشان كنت لعبت مثلا كام سنه في الاهلي، او ان الاهلي عالجك وعامل بكل حاجه معاك. انت راجل مضلل. انت راجل كذاب. سوري يعني بجد مع احترامي جدا ليك. انت جاهل. لان انت لما تيجي تاخدها عافيه وتقول ان انت انا الزمالك واخد، يا عم هي مش بعافيه. الزمالك ما خدش 3 بطولات، ولو خد هي حاجه مش هتضرني في حاجه. انا بس بفهمك لنفسك انت عشان ما تطلع قدام الكاميرا الناس ما تضحكش عليك. يعني احترم حتى ان انت كنت كابتن منتخب مصر في يوم من الايام. احترم شخصيتك واحترم نفسك في ان انت كنت كابتن نادي الزمالك في يوم من الايام. احترم تاريخك كلاعب كوره. انت ما عندكش اي حاجه في الاعلام، انت ما عندكش اي حاجه تتقال في الفنيات في الاعلام. انت كل اللي عندك شويه جعجعه وشويه جهل كروي بتطلع تقوله علينا بس. راجع كل حلقات كابتن جمال عبد الحميد في كل القنوات اللي طلع فيها وكل اللقاءات اللي طلع فيها، لا اما بيتكلم عن قصه علاجه مع الاهلي وان هو الاهلي مشاه ورماه، لا اما جهل كروي بيتقال بس. فقط جهل كروي فقط. بجد ارحمونا من السبوبة، وارحمونا من الناس اللي بتطلع تتكلم في السبوبة. دي ناس جهلة كرويا. انا نفسي اشوف ناس في الاعلام بتتكلم كورة. طلعوا نماذج بتتكلم كورة بجد. حرام عليكم. مش مجرد ان هو لاعب في منتخب مصر وان هو لاعب في نادي الزمالك وكان لعيب مهم في يوم من الايام ان هو محلل مهم، او ان هو ينفع يطلع في الاعلام. مش كل الناس ينفع تطلع في الاعلام يا جماعه. مش كل من لاعب كوره ينفع يطلع في الاعلام. زي ما قلنا زمان كده الناس كانت بتقول مش كل من لاعب كوره ينفع يبقى مدرب. مش كل من لاعب كوره ينفع يبقى مذيع. مش كل من لاعب كوره ينفع يبقى اعلامي، يبقى محلل، يبقى محلل اداء، يبقى مدير كوره. مش لازم. هي موهبة وهي حاجة ربانية. انت كنت لعيب كورة كويس مش شرط تبقى حاجة تانية في الاعلام او في الكورة كويسة. انت هو موهبتك ان انت كنت في الارض الملعب كويس بس. اما على الخط بره مثلا مش كويس، في الاعلام مش كويس. فانت عندك جهل كروي محتاج تراجع نفسك جدا. انت شخصية مستفزة اعلاميا في ان انت بتقول حاجة مش موجودة، حاجة نبع عن جهل. فدي مش حاجة كويسة. يعني دي مش حاجة انا هطلع اقول لك مثلا ان انت واو، لا. لازم اطلع واقول لك ان انت راجل مضلل، راجل جاهل كرويا. دي حقيقه. وزي ما جيت في يوم من الايام كده قدام الناس كلها قدام الشاشات كلها، لو الاهلي السنه دي خد الدوري قولوا عليا ما بفهمش كوره وما تطلعنيش تاني ومش هطلع تاني في الاعلام. وفي نفس السنه طلعت كدبت نفسك وطلعت بررتها لنفسك. فانت من زمان راجل مضلل، راجل مش صادق مع نفسك، راجل ما انتش بتحترم نفسك ولا عندك كارير تحترمه. انت راجل كل همك السبوبه، كل همك انك تطلع تعمل شو اعلامي عن جهل وقاصد. فارحمونا من الاشكال دي. واخواتي وحبايبي، السلام عليكم واشوفكم الفيديو الجاي.